انتوا عارفين ان انتوا زي ما تقدروا تتبرعوا بالكبد والكلى واجزاء كتير جدا من الجسم، انتوا كمان تقدروا تتبرعوا باسنانكم. من الحاجات الموروثة عندنا في مصر وخصوصا يعني في الاحياء الشعبية، ان لما طفل بيخلع سنانه وامه بتاخده وتقول له ارمي السنة دي في عين الشمس، وقول الجملة المشهورة اللي بتقول يا شمس يا شموسة خدي سنة دي سنة العروسة. الحقيقة ان الجملة دي خدتني لحاجة مهمة قوي اتعملت في روسيا من زمان، هي بنك الاحتفاظ بالاسنان المخلوعة. روسيا عملت البنك ده علشان تحتفظ بكل الاسنان اللي اتخلعت سواء كانت من الاطفال او من الكبار، عشان تستخدمها في حاجة مهمة جدا. لما الدكاترة الروسيين اكتشفوا ان معظم الحشوات اللي احنا بنستخدمها في اسناننا بيبقى ليها طبعا تأثير ضار سواء كان على المعدة او على اللثة او على الاسنان، حتى لو كان بنسب قليلة، فقالوا يعني احنا ليه ما نستخدمش حاجة تكون طبيعية بدل الحاجات الصناعية دي علشان نحشي بيها الاسنان. واول واهم حاجه راحوا لها ان هم يستخدموها بديل للحشوات دي هي الاسنان نفسها. بنك الاسنان ده او بنك الاحتفاظ بالاسنان المخلوعه كان الهدف الرئيسي منه ان الاسنان اللي اتخلعت دي تتحط في مواد تحافظ عليها اكبر وقت ممكن، وبعد كده ياخدوا الاسنان دي يبتدوا يطحنوها ويخلطوها بشويه مواد يكون ليها فعاليه طبيه مهمه، سواء كانت بقى المواد دي تكون ليها فعاليه طبيه في العلاج او تكون ليها مواد صمغيه عشان يبتدوا يستخدموا الاسنان دي كبديل طبيعي للحشوات. والحقيقه ان عندنا دكاتره في جامعه الازهر بالتحديد قالوا احنا ليه كمان ما نعملش الموضوع ده عندنا، يبقى عندنا اول بنك للاحتفاظ بالاسنان في الوطن العربي. ياخدوا الاسنان دي يبتدوا يحطوها في محاليل عشان تحافظ عليها، بعد كده يعرضوها لاشعه جاما علشان تقتل كل الميكروبات اللي كانت فيها، وبعد كده يستخدموها كحشو للاسنان، دعموها بالفلورايد عشان يمنع التسوس. ومفيش احسن من انك تاخد المواد الطبيعيه علشان تعالج بيها اسنانك. الحقيقه ان الفكره دي ما اتنفذتش لحد دلوقتي لان الجهاز اللي بيحافظ على الاسنان اطول فتره ممكنه للاسف سعره باهظ جدا، بس يعني نتمنى تتنفذ في القريب العاجل.